اقسم بالله العظيم اللي بتعمله لعيبه الاهلي فينا كجماهير حرام. والله العظيم حسبي الله ونعم الوكيل فيكم. لعيبه ما بتحسش، لعيبه ما عندهاش دم ولا عندها ضمير ولا عندها غيره على التيشيرت خلاص يا باشا، خلاص يا باشا. 200 مليون و100 مليون و50 مليون و70 مليون، محتاجين ايه تاني؟ محتاجين ايه تاني من فرقه؟ والله ما هنشم فوز سهل طول ما احنا معانا اشباه اللاعبين دول، من اول الشناوي او 40 سنه لحد بن شرقي اللي هو مصمم تصميم الشعر والفازلين والجل والنيلوك والكلام ده كله. ليه؟ ليه احنا بنسال الجمهور الاهلي؟ ليه بقى شكلنا عفش كده؟ ليه بقى ده حالنا؟ انا اول مره اعيش حاله الزملكاوي البائس اليائس. كرهتوني في الكوره، يمين بالله كرهتوني في الكوره، وخليتوني افكر اعتزل تشجيع الكوره لحين ان يعود النادي الاهلي اللي عارفينه. الاهلي يعني الروح، الاهلي يعني الانتماء، الاهلي يعني اللي بيخلص في اي وقت. يا راجل اللي جاي لنا كوره ركله جزاء هديه من السماء، جايه لنا هديه من السماء، وانت يا زيزو لسه مفكر نفسك في الزمالك؟ بتتعلق على الكوره ليه؟ بتستهتر في الحارس ليه؟ ما بتشوطهاش زي الناس ليه؟ كنت تسيبها لمحمد عبد الله، سيبها لقفشه، على الاقل لما تضيع منه هنقول بعيد عن المباريات. لكن انت داخل والدقيقه 92 ونص وتضيعها، بجد غوروا، بجد غوروا. قرفنا منكم وكرهنا التشجيع بسببكم. عملنا ايه؟ كل ماتش نبدا على الحلو والمره معاه، اخر الماتش العب بقى يا عم، العب العب بقى يا عم، خلي عند اهلك دم. وبرضه مش بتلعبوا، ما بتلعبوش، ما اعرفش هي فلوسكم ده حرام ولا ايه؟ ولا في حاجه غلط في الاهلي؟ ولا انتوا كارهين بعض؟ ولا انتوا حاقدين على بعض؟ ولا انتوا جايين من الزمالك تكرهونا في الكوره؟ والله العظيم حرام. الوحيد اللي فلح وجه من الزمالك كان وش السعد عينه كهرباء، والى حد ما كبطولات امام عاشور، لكن كاداء ارجل واحد، كاداء ارجل واحد. لكن زيزو وتريزيجيه وبن شرقي، ايه الناس دي يا جماعه؟ والله تمشي، والله تمشي. انا عارف ممكن تزعلوا مني والبعض ينتقدني ويعترض، حقك، حقك. لكن ايه ده؟ ايه المنظر ده؟ ده النادي الاهلي؟ ده اللي احنا اتعودنا يا راجل. آه. أنا ما بقتش عارف أقول إيه غير إننا خلاص ما بقاش عندنا ثقة في فرقتنا إننا نكسب أي فرقة. لا غزل المحلة عارفين، ولا بتروجيت عارفين، ولا المصري عارفين، ولا إنبا عارفين، ولا مين، ولا ما اعرفش والله، ولا فاركو بيتهيألي عارفين، ولا البنك الاهلي. احنا فين؟ احنا نص 13 مباراه لعبناها ما كسبناش غير ثلاثه، وتعادلنا الباقي واتغلبنا في واحده. لسه مين؟ لسه مين تاني هنقول يا ترى هنكسبه ولا لا؟ اللعيبه دي كلها لعبت، اللي هم السوبرمان، واللي هم فرزه، واللي هم كسر، واللي هم دكه. ولو جبنا، لو جبنا لعيبه صفقات تانية برضو العيب فينا احنا. ظلمنا كولار، ظلمنا المدرب اللي كان جاي اخ صامت ريبيرو، وهنظلم ده كمان. يا جماعة قعدوا الناس دي ولعبوا بأبناء النادي الأهلي، ده الحل الوحيد. قسما بالله اللعيبة دي ما عندها نخوة ولا عندها ذرة. ضحكتوا علينا الزملكاوية وخليتوهم يقولوا يشربوا الصفقات، وخليتوهم يقولوا اللي يقولوه. وفعلا حتى لو كسبنا كان ده أدائنا الهزلي. حتى لو كسبنا كان ده حقيقة الكوادر اللي موجودة دي. ايه تاني يعني؟ ركله جزاء جايه يا راجل، يا راجل كنت تسيب محمد عبد الله يشوطها، ومحمود حمدي اللي عامل لي فيها نوير حقه. بس ليه ما بشوفكش قدام الفرق التانية؟ ليه؟ بايدك بتصد، بمناخيرك بتصد، بدقنك بتصد، برجلك بتصد. ربنا يحميك. هو العيب مش فيك، العيب فينا احنا. انا بستغرب يعني على الحراس. والماتش اللي فات بتروجيت اللاعب عمال يقلب شقلة باظ، واحنا برضو اللي باظ باظ خلاص.
ما عدتش قادر اتكلم. بس انا مش يعني، انا كل مره في حياتي بقول العبره باللي يضحك في الاخر وبنكسب الدوري. بس بالناس دي والله والله احساسي ما هناخد الدوري. الله يسامحكم، الله يسامحكم.